كلياتنا نعرف المثل الشهير اللي بيقول عصفور في اليد أفضل من 10 على الشجرة. بس قليل منا اللي بيعرف شو القصة من هالمثل. تعالوا نشوف. يحكى يا عزيزي أن هناك رجلا فقيرا يعيش في قرية صغيرة في أحد الأرياف، وكالعادة يخرج من بيته قاصدا قوت يومه. فدخل الغابة وبعد جهد جهيد اصطاد طيرا. وبينما هو عائد إلى المنزل مسرورا فرحا، فإذا به ينظر إلى أحد الأشجار فيجد 10 طيور. 10 طيور. 10 طيور، هو بعد جهد جهيد اصطاد طيرا واحدا. المهم فالمهم نظر إلى هذه الطيور فاغرغرت مشاعره. 10 طيور إذا اصطادها يؤمن قوت عياله لعدة أيام. وهنا أعجب بالفكرة، وبينما هو منعجب بالفكرة فإذا خطرت فكرة على فكرة، فقال في نفسه: أنا بقيت ساعات فاصطدت طيرا، فكيف لي أن أصطاد كل هذه الطيور؟ فدخلت فكرة أخرى على الفكرتين: ماذا إن فقدت هذا الطير فأكلته قطة أو ثعلب أو كلب بينما أنا أصطاد هذه الطيور؟ فبدأت الحيرة تسيطر عليه، وعليه أن يختار بين أمرين: إما 10 أو الطير، إما الكل أو العدم. ولكنه في النهاية يا عزيزي اختار الطير، وقال جملته الشهيرة التي خلدت إلى الآن ونستخدمها كثيرا: عصفور في الطير أفضل من 10 على الشجر.